احمد وفائي ومحاوله للمرور وكده ارتطام مع اللاعب، وقدر نادي المريخ البورسعيدي في التعاقد معاه. هو لاعب من اللاعبين المميزين اصحاب اللمسات السحريه والفنيه، ولكن ما زالت لمساته غائبه. ومحمد المالح، محاوله محمد المالح وهدف اول، هدف اول. واين اين 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 الروح الرياضيه؟ يا ترى لسه هنشوف ايه. شايفين هنا مناوشات من جانب الجماهير، والكره ما زالت ما زالوا سايبين لاعبي نادي المريخ ان هم نادي دمياط ان هو يسجل، ولكن ما زالت الكره لم تطاوع لاعبيه. مش قادر اقول لك ايه، دي مش كوره، اللي بيحصل ده مش كوره. لما تكون طالع فين بقى الاحترام، وفين الالتزام، وفين الروح الرياضيه؟ الكوره طالعه بنطلعها عشان الراجل مصاب، بيجي اللعيب بيجري عليها والناس سايباه يجيب جون. هي دي الكوره؟ هي دي مش دي كوره. ولكن مبروك لنادي المريخ، نادي المريخ نادي كبير ونادي محترم بينافس على الصعود. مبروك مجلس اداره محترم، جهاز محترم، كل الناس اللي موجوده هنا في بورسعيد ناس محترمه. والله الحمد لله يا استاذ اشرف، حضرتك شايف الحمد لله احنا تعبنا من اول ماتش. احنا داخلين الماتش دوت وما فيش لا بديل عن الفوز. عايزين نرجع تاني للمركز الاول اللي احنا كنا فيه. والحمد لله بالنسبه للاصابه الحمد لله انا كنت مصاب قبل الماتش وكنت خفيت، بس في اخر الماتش جات لي برده العضله الخلفيه، بس ان شاء الله هبقى كويس والحق الماتش الجاي ان شاء الله. هي كره القدم لعبه نظيفه، لعبه فير. للاسف ان لعيبه نادي المريخ استغلوا نظافه اللعب لصالحهم بطريقه غير مشروعه. الهجمه كانت لفريقي، وفي لعيب من عندهم واقف في نص ملعبهم، اللعيب بتاعه طلع كره بره عشان اللعيب يتعالج بتاع المريخ، خدوها وراحوا لاعبينها لبعض، ولعيبته وقفت على ان اساس يرجعوا لهم الكوره. ده الفير بتاع الكوره، لكن للاسف اللاعب المريخ خدوا الكوره وانفردوا وحطوا الكوره جول. طبعا كان ماتش صعب جدا قدام نادي كبير زي نادي دمياط. طبعا كنا جايين ان احنا نكسب برضو الماتش. حصلت ظروف كده هو طبعا زي ما كلنا تابعنا في المباراه، بس هي دي الكوره كده هو في تخاذل من دفاع دمياط، فالمهاجم بتاعنا استغل الفرصه وجاب الجول عادي فاللعيبه اتضايقت وزعلت، بس هو في الاول وفي الاخر مكسب. الحمد لله احنا خدنا 3 بونت، النتائج كلها في صالحنا. بشكر ربنا على الاداء بتاع النهارده، ربنا يوفقنا ان شاء الله نصعد طريق. اول حاجه المهزله اللي حصلت النهارده اول مره في حياتي اشوفها في الملاعب. اولا الرياضه اخلاق، ولازم ان احنا زي ما احترمنا فريق المريخ، المفروض فريق المريخ يحترم فريق دمياط، ان فريق دمياط مش فريق صغير ولا حاجه، لا فريق كبير برضه، واحنا مقدرين فريق المريخ. الصعود ما يبقاش بالوضع ده، ما يبقاش بالطريقه دي، ما تبقاش العمليه بالقوه وبالعافيه وكده. احنا بنحمد ربنا على المكسب النهارده. طبعا في شويه مشاكل حصلت في الماتش، بس هي خارجه عننا بس والحمد لله على كل شيء. طبعا احنا طبعا كان حصلنا دروب الفتره اللي فاتت، سوء نتائج، 8 ماتشات ما بنكسبش، في تعادلات، في خساره. فالحمد لله الماتش اللي فات كان ماتش الكهرباء، كان ماتش صعب جدا، فاحنا طبعا كان الموضوع بقى صعب بالنسبه لنا، فكنا لازم نكسب ماتش زي اللي فات دون. الحمد لله ربنا كرم، والماتش ده الحمد لله ربنا كرمنا، عشان احنا دلوقتي الفرق بيننا وبين الثاني بقى اللي هو بصور بقى 3 بونت. ربنا يكرم الماتشات اللي جايه ان شاء الله ونكمل في الصداره ان شاء الله. كابتن محمد ياسين المدير الفني لفريق المريخ، بنقول لك الف مبروك النهارده، فوز على فريق عنيد هو فريق دمياط. يمكن المباراه النهارده نادي المريخ تسيدها من بدايه المباراه، ولكن بعض الاحداث تمت النهارده. يمكن كنا عاوزين نعرف راي الكابتن ياسين الشخصي في هذا الموضوع. هو انت يا استاذ اشرف لخصت الموضوع، احنا متسيدين الماتش فعلا. التايم الاولاني نكسب 2-3، هم بيدافعوا بس، جبنا جون خطا واللاعب عندنا تعاقب، حتى انا غيرته ما خليتوش يكمل الماتش، وقلت بصوت عالي سيب الكوره مرتين، الكوره ما بتخشش، هفضل تلت ساعه اسيب الكوره وبعد كده انا ما عنديش وقت ان انا اكسب، انا فرقه بتنافس، هفضل انا نص ساعه اسيب الماتش لغايه لما هم يجيبوا جول وانا في الاخر ما اعرفش اكسب. حتى انا بقول في البدايه لو هي دخلت هبدا ارتب اموري تاني وان شاء الله باذن الله هنكسب. لكن انت صح، انت بتقول احنا مسيطرين على الماتش الحمد لله، حتى الفرقه اتلبخت شويه بعد الهدف دوت، بس الحمد لله مكسب ملوش طعم بالنسبه لنا، على اساس احنا ما بنحبش الامور ديت، بس طبعا اللعيبه ديت هتتعاقب من اداره النادي، مني اولا ومن اداره النادي. ان شاء الله نقفل الصفحه ديت ونفكر في اللي جاي باذن الله. شكرا، الف شكر يا كابتن ياسين. لعيبه دمياط وقفت عشان في حد متعور من لعيبه المريخ. محمد المالح احرز الهدف بشكل غير لائق، المفروض محمد المالح بصراحه مننا اسوأ لاعب هذا الاسبوع. لا لازم، وبعدين لازم بتوع المريخ كانوا يخلوا بتوع دمياطي بس خلينا برضه زي ما بنقول اسوأ حاجه الكابتن اشرف رشاد مراسلنا في بورسعيد اللي انا بشكره جدا، مع المصور والمعلق محمد رمضان والمعلق محمد سعد، قال ان الاستاذ احمد جوهر رئيس نادي المريخ قرر توقيع عقوبه تصل من 5000 الى 10000 جنيه، كان الروح الرياضيه اهم من الفوز. بس ال3 نقاط فين؟
للمريخ. خلاص 10 بس اقول لك 5 ولا 10. عارف هي ليه بقت لقطه الاسبوع؟ الاستاذ جمال ابو المكارم بيقول لي، بس انا شفت لقطه بعديها بيقول لي جمال ابو المكارم سابوهم، بيقول لي سابوهم بعد السنتره ودمياط ما عرفتش تجيب جون. بس سابوهم مره واحده الكره خبطت حظ، يسيبوهم تاني يعني لازم ان يعني لا انت شايف ان الكره طلعت بره ممكن يسيبوا مره ثانيه ده الافضل؟ ايوه خلاص اصل الهدف اللي جه الناس لعيبه دمياط انا شايفهم واقفين، يعني لو جبنا الهدف تاني هدف المريخ لعيبه دمياط واقفين ان كان في حد بيتعالج فاتسنتر ما جاش جول. اسوأ لقطه هذا الاسبوع يعني ما ينفعش. وبعدين المشكله ان المباراه خلصت بالهدف ده، فطبعا يعني مؤلمه جدا ويعني ما ينفعش طبعا يعني طيب احترامي للمريخ ودمياط يعني. جدول الترتيب يا كابتن. طيب جدول الترتيب مركز شباب الصوير اللي عاملين معجزه السنه دي مع الكابتن عاطف عبد العزيز عضو مجلس اداره الاسماعيلي السابق طبعا والنجم الكبير في النادي الاسماعيلي، المدير الفني عامل شغل كويس قوي وعاملين ملعب حلو قوي. اتفرجت انا على الملعب وبرغم الهزيمه هو الاول ولازم نحييه. هو اتغلب النهارده من فاقوس، وكمان حاجات غريبه بتحصل. فاقوس لسه يعني كان كابتن اكرامي عبد العزيز نجم المحله السابق ماسك فاقوس وبعدين حصلت مشكله كده وما كملش. فاقوس بقى على ملعب الجامعه في جامعه الزقازيق في الشرقيه قدروا يكسبوا 1-0 بالهدف اللي احنا شفناه من شويه. المريخ في المركز الثاني 33 نقطه، الشرقيه الثالث 29 نقطه، القناه مع كابتن نبيل محمود في المركز الرابع 27 نقطه، دمياط الخامس كابتن احمد سعيد طبعا مدير فني مميز جدا وكان ماسك نادي القناه السنه اللي فاتت مع دمياط. في مباراه مثيره وغريبه فاز نادي المريخ البورسعيدي على نادي دمياط بهدف لا شيء. كان معكم من بورسعيد اشرف رشاد، قناه القاهره، برنامج كرة بلدنا.